كيلو اللحمه بقى ب 400 جنيه وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر. علشان تعرف اصل الحكايه تابع معايا. من كام يوم طلعت وكالة فيتش الأمريكية الاقتصادية علشان تعلن عن خبر خطير، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر. وقالت الوكالة الأمريكية إن التخفيض دون بسبب زيادة ارتفاع الدين العام لمصر خلال سنة 23، وتطلع بعديها أكتر من 3 وكالات أنباء اقتصادية عالمية تخفض هي كمان التصنيف الائتماني لمصر وتأكد الخبر لنفس الأسباب. وتطلع وكالة بلومبرج الاقتصادية تقول إن وكالة فيتش الأمريكية بقالها أكتر من 10 سنين ما خفضتش التصنيف الائتماني لمصر. وكأن بلومبرج بتقول ان حتى اللي ما كانوش بيتكلموا عن الاقتصاد المصري بقوا بيتكلموا. الغريب انك تحس ان كل وكالات الانباء الاقتصادية العالمية بتغطي مصر واقتصادها والجنيه الميت بتاعها بكل اهتمام وتركيز، ويمكن اكتر من اي دولة في العالم، وكأنهم بيعدوا الايام والدقايق ومستنيين الوقوع باي شكل. وللاسف الموضوع مش بره وبس، لا ده كمان ولاد بلدنا مسكوا الفاس وضربوا هم كمان. واوعى تستغرب، ما في ناس كده ياخدوا خيرها وعزها ويعيشوا في قصورها وفلالها، لكن لو حسوا بس مجرد احساس ان الخطر خلاص قرب، اول ناس يركبوا قوارب تايتانيك ويسيبوها يكش تغرق. علشان نشوف تصريح اليومين اللي فاتوا لسميح سويرس في التوقيت الخطير ده، طالع يقول فيه الدنيا في مصر وحشه جدا وانا خلاص هوقف استثماراتي في مصر وهاخد فلوسي اللي هي اهم حاجه طبعا وهطير بقى على بره. ولما اتسال بره على فين قال لك السعوديه. طبعا السعودية منطقة واعدة وكل حاجة فيها تمام. الله، طب ومصر يا سويرس؟ لا مصر معاكم ربنا بقى، شيلوا شيلتكم. وللأسف الأكبر إن وكالات الأنباء العالمية الكبيرة غطت تصريحات وكلام راجل الأعمال المصري الكبير الملياردير عن اقتصاد بلده، زي البي بي سي البريطانية اللي بروزت كل كلمة قالها وصدرتهم للعالم عن مصر واللي بيحصل فيها. ولما نقول ان مصر في أزمة كبيرة لازم يظهر اسم مين؟ أحمد عز طبعا. فاكرينه الراجل دون بصراحة من ساعة ما خرج من السجن وهو مركز جدا في الوقوف على رجله، ودماغه الاقتصادية مخلياه في منتهى النجاح في مجاله طبعا. لكن بدأ يظهر اليومين اللي فاتوا على الساحة من جديد ويستغل الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بتمر بيها مصر بشكل كبير جدا علشان نرجع بقى من جديد للسياسة ونلعلع تاني. اليومين الجايين مهم قوي ان احنا نظهر، والاقتصاد والسياسة عند احمد عز ايه؟ اخوات. وخد بالك ان احمد عز راجع، وبروز الكلمة دي كويس ويا عالم راجع ليه في التوقيت ده. ويجي واحد خطير اسمه ديفيد شينكر، وده خبير اقتصادي كبير في معهد واشنطن انستيتيوت، وينزل مقالة خطيرة عن مصر. وسأل في المقالة دي سؤال مهم جدا: هل ستسقط مصر؟ وقال ايه بقى الراجل دون؟ وركز في كل كلمة هتتقال كويس. قال اني كنت في زيارة من كام يوم في مصر وبالتحديد في فبراير 23، وقابلت رجال اعمال مصريين كتير هناك، وكانوا رجال الاعمال المصريين في حالة صعبة جدا بسبب سوء الاقتصاد المصري. وقال انا هسأل سؤال اتسألته في مصر كتير جدا: هل ستسقط مصر هذه المرة أم لا؟ وقال كلام في منتهى الأهمية. قال مصر طبعا مرت بثورة 25 يناير اللي أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته وبشكل مرعب، ويجي الاقتصاد المصري ياخد بعديها ضربة تانية في 30 يونيو. وحاول الاقتصاد المصري بكل الطرق بعد الثورتين دول وبفضل المساعدات الخليجية والدعم بتاعهم لمصر. خد بالك الراجل هو اللي بيقول الكلام دون، إلا إن الاقتصاد المصري اتصدم بفيروس كورونا اللي ضرب العالم كله، وطبعا ده كان ليه آثاره المرعبة على مصر واقتصادها. ولسه ما قامتش مصر من كل الضرب دون وتيجي حرب روسيا واوكرانيا، ده غير اخطاء الحكومه المصريه طبعا اللي كلنا عارفينها. وكل بقى الازمات والاخطاء دي اتسببت للمصريين في ايه؟ في ازمات اخطر. طب وده عمل ايه؟ خلى مصر تستدين من الخارج اكتر واكتر، لدرجة ان الديون الخارجية لمصر ارتفعت بشكل مرعب ووصلت ل 163 مليار دولار، وال 163 مليار دول عليهم فوائد. وطبعا ده خلى مصر تلجأ لصندوق النقد الدولي. وطبعا صندوق النقد ليه طلبات وشروط، منها طرح شركات مصرية للبيع. لكن ديفيد شينكر قال الشركات مصر بعد ما طرحتها ما تباعوش. ليه؟ قال لان الحكومه المصريه ما عرضتش الشركات دي للبيع الحر بالكامل، لا مصر عرضت نسب من الشركات دي بنسب اقل من 50% عشان تبقى هي اللي مسيطره. فطبعا صناديق الاستثمار السياديه الخليجيه اللي كانت هتشتري الشركات دي وعايزاها
اعترضت وقالوا لمصر احنا بكده مش هيكون لنا حريه التصرف في اي شركه هنشتريها، احنا هناخدها زي ما احنا عايزين يا بلاش. وبالتالي وقفت صفقات شراء الشركات. طب بعد كل اللي اتقال ده هل ستسقط مصر ام لا؟ ما تقول بقى يا عم وخلصنا. قال ان لو الحكومه المصريه خرجت من الاقتصاد المصري وتم تعويم الجنيه بشكل كامل وتم رفع الدعم بالكامل الدنيا هتكون حلوه، وهو ده بالنسبه للامريكان الحل اللي عايزينه يحصل في مصر. وطبعا مصر شايفه ان مش في يوم وليله ارفع الدعم واعوم الجنيه والشعب هيروح في 60 داهيه طبعا. بس الراجل قال في نهايه المقال ان بالرغم من ده كله فانا شايف ان مصر من الصعب ان هي تقع، عشان يطلع وزير الماليه المصري يعلن ان في قعده كبيره لمصر مع صندوق النقد الدولي في يونيو القادم، يعني بعد كام يوم. وطبعا صندوق النقد الدولي اول سؤال هيساله لمصر عومتوا ولا لا؟ ولو ما لقوش مصر نفذت الشروط اللي تم الاتفاق عليها وتوقيعها واللي من ضمنها التعويم الكامل مش هيدينا الجزء الثاني من القرض، وهيبقى في بالنسبه لهم كلام تاني. طبعا طلبات صندوق النقد الدولي والخليج ورجال الاعمال ان يتم رفع الدعم بالكامل والتعويم الكامل وخروج شركات الجيش والدولة بالكامل والشركات تتباع بالكامل وكل كامل. وطبعا ده يعني لو حصل هلاك للمواطن المصري، وطبعا ده اللي هم عاوزين. الكل عايز مصلحته وبيدور عليه، عاوزين يلبسوا الغلبان في بلده ويطقش المواطن اللي مش هيلاقي حاجة يعملها غير انه يخبط في بلده ويكشي يولعوا ببعض هما الاثنين عشان الكل بره يرتاح، وطبعا ياخدوها على الجاهز، واللي هيتخفز بيه الارض ويبقى بقرشين يمكن ساعتها ياخدوه ببلاش. فطبعا لازم الدوله ما تستجبش للضغوط دي انقاذا للمواطن المصري، لان الدوله طبعا ممكن تريح دماغها وتوافق، بس ساعتها الغلبان بس هو اللي هيغرق ويموت. وطبعا لو الغلبان غرق فالبلد كلها هتغرق، ومصر مش هتسمح لحد يفرض وصيته عليها ولا هتسمح لمحاولة حصارها وتجويع أهلها. ولازم يبقى في خطة إصلاح بشكل بطيء علشان الأثر بتاع الإصلاح دون ما يبقاش ضخم وموجع على الغلبان. احنا دلوقتي بيتعمل علينا حصار حقيقي من دول وأشخاص عايزين ينهشوا في البلد دي ويخلوا شعبها هو اللي يدمرها بنفسه. طب الوضع صعب ومحدش يقدر يقول غير كده، والأسعار مولعة نار، بس لو ما انتبهناش للمخطط اللي بيحصل حاليا واللي مفيش دولة للأسف فلتت منه هنقع كلنا في مصيبه كبيره ومحدش هيقدر يتحمل عواقبها ابدا. مصر في مشكله حقيقيه كبيره، والاسعار بسبب كل اللي بيحصل ده ارتفعت بشكل جنوني لا يتحمله عقل، وكيلو اللحمه فيها وصل ل 350 و400 جنيه، ده غير بقى الفراخ وما ادراك ما اسعار الفراخ والسمك وغيرها من السلع، والكل بقى بياكل في بعضه للاسف. واللي يقول غير كده يبقى بيضحك على نفسه. وللاسف في التوقيت اللي مصر محتاجه فيه لكل دولار من بره او من جوه بنلاقي ولاد البلد دي اول ناس بيضربوا فيها وبيهاجموها عيانا بيانا قدام العالم كله. طب بذمتك لما انت ابنها وطالع تلعنها في التوقيت ده فحد من بره هيحن علينا ويقول لنا انتوا فين؟ واوعى تضحك على نفسك، انت مش بتدافع غير عن نفسك ومصالحك وفلوسك وبس. الوقت ده اللي لازم نبقى فيه كلنا ايد واحده، ولو كل واحد فينا وقف على جنب جوه المركب وقد بتغرق فهتغرق بينا كلنا، وان شاء الله ربنا قادر على كل شيء. وباذن الله زي ما في يوم مصر اكلت فيه العالم كله وكانت خزائن الارض فيها، فباذن الله ربنا هيحميها مش بس بالكلام، بالفعل. جه الوقت بقى اللي لازم نشوف فيه رجال الاعمال اللي اكلوا من خيرها واتمتعوا بيه، لازم يظهروا بقى المره دي بالفعل والعمل مش بالقول بس. ولازم كلنا نتقي ربنا ببعض. كفايه رفع الاسعار بلازمه وبدون لازمه تحت حجه الدولار والكلام اللي بيتقال عمال على بطال، ولازم يبقى للحكومه دور اكبر في ضبط الاسعار اللي بتحصل دلوقتي. لازم نبقى ايد واحده بجد مش بالكلام. بص للخريطه اللي حوالينا كويس وملي عينك، الدنيا ولعه في ليبيا، والدنيا ولعه في السودان، والدنيا ولعه في فلسطين، والدنيا ولعه في سوريا والعراق وي وللاسف محدش هيدفع ثمن خرابها اللي كلهم عايزينه غيرنا احنا. البلد دي وقت الازمات بيبان معدن اهلها، وتجار الازمات اتقوا ربنا فينا وبلدنا، اتقوا ربنا في الغلابه اللي هتموت، اتقوا ربنا في مصر. ولازم ندعي ربنا كلنا في التوقيت ده ونقول يا رب سلم واحفظ مصر وجيش مصر واهل مصر اللي طول عمرهم في الازمات عندهم اصل.